Real talk, real culture. From Atlanta to Marrakech. Directed by Hassan Gubil. A real honor to have you on the show. Thank you, Matt Paulson. Thank you for having me. Yeah. السلام عليكم، مرحبا بكم مع حسن في جوبل تيوب فرنش أتلانتا من إخراج حسن. اليوم غادي ندخلوا في واحد الموضوع عزيز على بزاف ديال الناس، خصوصا محبي الفن المغربي الأصيل. غادي نهضروا على مجموعة الأرصاد. الأرصاد الأسطورة. بالضبط. هي المقابلات اللي دارتها قناة فلاش 24، مقابلات مع 3 من الأعمدة ديال الفرقة: عبد الله شفيرة، عبد المجيد الحراب، ومولاي الحسن زرابة. وغادي نشوفوا التناقضات اللي في هذه التصريحات، يعني غادي نحاولوا نفهموا هذه الاختلافات في الروايات ديالهم. فعلا الهدف ماشي هو زعما نحكموا على شي واحد شكون قال الصدق وشكون مكذبش، ولكن الفكرة هي نحطوا هذه التصريحات حدا بعضياتها، نقارنوا الروايات على بركة الله، وغادي في الأخير نشوفوا شكون اللي كان صادق وشكون اللي كان كذاب. ياك ها لا ماشي لهذه الدرجة. أكيد غير كنضحك. الهدف ديالنا ماشي هو نصدروا أحكام، فهمتي؟ ماشي شغلنا نقولوا هذا صدق وهذا كذب. حنا بغينا نشوفوا كيفاش نفس الأحداث، نفس الوقائع، كل واحد كيعاودها من المنظور ديالو بالذاكرة ديالو. بالضبط، هادشي هو المهم، نفهموا كيفاش الذكريات كتختلف. وهادشي كيعطينا فكرة على التعقيد ديال زعما التاريخ ديال أي مجموعة، ماشي غير في الفن. قبل ما نبداو خاصنا نقدموا الشكر للأخ حسن اللي كيدير مجهود كبير وراقي باش يعاود يبين مجموعة رصاد في الواجهة. فعلا هاد المصادر اللي جمع لينا يعني هي اللي خلاتنا نقدروا نديروا هاد التحليل اليوم. أكيد، ومجهود كبير كيديروا، وباين الاهتمام ديال حسن بهذه المجموعة حتى في المشاريع اللي جايين ديالو. وما ننساوش القيمة الفنية ديالهم، الكلمات، الألحان، شحال من واحد كبر بأغانيهم. وكيتقال بزاف على الدور ديال عبد الله شفيرة، زعما هو العقل الموسيقي ديال الفرقة. ولكن كيف غنشوفوا حتى هاد النقطة ديال الأدوار فيها كلام آخر، فيها حتى هي تناقضات كيف غنكتشفوا. أوكي يلا نبداو نفككوا هادشي شوية بشوية. اش بان ليك؟ نبداو من الأول، التأسيس؟ هذيك هي الصدمة الأولى، التأسيس ديال الفرقة. راه ماشي غير تفاصيل صغيرة مختلفة، راه كل واحد كيعاود قصة من شكل آخر تماما. بالصح لهاد الدرجة. تناقض، تأسيس المجموعة وبداياتها. يعني الموضوع هو كيفاش بدات الفكرة، شكون جمع من السمية الأولى، تسلسل. يا الله نشوفوا الروايات. عبد الله شفيرة كيقول القصة بدات من اللي تلاقى بالمراني الشريف في 79، هو اللي مشى عنده الكازا، ومن بعد هو يعني شفيرة هو اللي جاب زرابة ومجيد الحراب من مراكش الكازا باش يسجلوا. هو اللي جابهم؟ هادشي على حساب روايته. وكيقول الشريف هو اللي اقترح سمية الأرصاد، والفرقة كانت خليط بين فرقته القديمة الرواد وفرقة مجيد العشاق. أوكي هذه رواية، نشوفوا الأخرى. عبد المجيد الحراب هذا كيبدا من بكري بزاف، كيهضر على فرقته العشاق في أول السبعينات، تفرقات ودار العشاق الجداد، تلاقى مومود عن طريق سعيد ويسلات، زرابة جا عندهم، ودابا سمعي المفاجأة الكبيرة. كيقول شفيرة هو الاخر اللي جا فيهم كاع، ودربوا ليهم سعيد ويسلات. واو، ماشي بحال اللي قال شفيرة تماما، العكس. وكيقول هو الحراب اللي اقترح يخدموا بفلوس الصندوق ديال العشاق للتسجيل، ومومود وشفيرة هما اللي مشاو لكازا تلاقاو الشريف اقترح يبدلوا سمية العشاق، والحراب قال لك عارض وخسر في التصويت. وعارض يعني ماشي إجماع كيف قال شفيرة؟ لا، وكيأكد ما كانوش كاع عارفين سمية الأرصاد مستعملة من قبل. هذه نقطة مهمة. يلا نشوفوا مولاي الحسن زرابة اش قال. مولاي الحسن زرابة حتى هو كيبدا من زمان، جوق الأمل في 71، ومن بعد الرواد مع شفيرة ومومود وبن الحاج. مومود هو اللي عرفوه على مجيد الحراب. وهنا تناقض آخر، زرابة كيقول هو اللي جاب شفيرة للعشاق فرقة مجيد، ماشي العكس. اش غنقول لك، كل واحد كيعاود شكل تماما. وكيقول مجيد الحراب هو اللي مول الصفرة الكازا،
ولكن مومود وشفيرة هما اللي سبقوا وسجلوا 7 ديال الأغاني ماشي 5 كيف قال الحراب. 7 أوكي. والشريف اقترح يبدلوا السمية وعطاهم اختيارات: الرصاد، الصرخة، السياد. إذن التحليل هنا واضح، أو بالأحرى ماشي واضح بالمرة. التحليل هو أنه كاين فوضى تامة في الروايات ديال التأسيس، شكون جاب شكون سبق، شكون خلص، السمية القديمة، شحال من أغنية، كل شيء فيه تناقض. سمعتي هادشي بيزار، يعني ماشي غير الذاكرة اللي كتلعب دور، يمكن حتى كيفاش غنقول لك الرغبة في أن كل واحد يبين دور ديالو أهم من الآخر. كاينة، ممكن جدا، ومع الوقت ومع المشاكل اللي جات من بعد كل واحد كيعاود يقرا البدايات بالطريقة اللي كتناسبو. دابا في مثلا غير قضية السمية نفسها، الرصاد، حتى هي فيها هضرة مختلفة. يلا نشوفوا هاد النقطة. التناقض، اسم الرصاد، الموضوع، شكون اقترحوا، واش كانوا عارفينه مستعمل وكيفاش اتفقوا. شفيرة قال الشريف اقترحها وقال لهم راه كانت فرقة قديمة بهاد السمية وحبسات، والكل صوت بالإجماع. إجماع. الحراب قال الشريف اقترح يبدلوا سمية العشاق، هو عارض وخسر تصويت 3 ضد 1. والأهم قال لك ما كانوش عارفين السمية مستعملة. مختلفة تماما على شفيرة. زرابة قال الشريف اقترح الرصاد والصرخة والسياد واتفقوا على الرصاد، ما جابش الهضرة على واش عارفينها مستعملة ولا على التصويت. إذن التناقض الكبير هو واش كانوا عارفين ولا لا، واش كان إجماع ولا معارضة وخسارة في التصويت. بالضبط، هاد جوج نقاط كيبينوا باللي تقرار بحال السمية اللي نورمالمون خاصو يكون واضح كان فيه شد وجد من الأول. سبحان الله. أو ندوزو دابا للقلب النابض ديال أي فرقة، كيفاش كانوا كيصوبوا أغانيهم؟ الكتابة، التلحين، هادشي مهم بزاف. حتى هادي فيها شوية ديال كيفاش نقول لك التناقض المبطن. ظاهريا كل شيء متفق على العمل الجماعي، ولكن كاين شي تفاصيل كتبين شي حاجة أخرى. بحالاش؟ تناقض عملية كتابة الأغاني والتلحين، الموضوع كيفاش كتخرج الأغنية، عمل فردي ولا جماعي. شفيرة كيفصل شوية، كيقول الشريط الأول كان خليط من أغاني العشاق والرواد زائد خدمة جماعية في ورشة. أوكي، هذه البداية. الألبوم الثاني المنادي كيقول كانوا الأفراد كيجيبوا ألحان الكلمات وكيخدموها جماعيا في ورشة، ولكن في شي هضرات أخرين ليه شفيرة كيقول هو اللي لحن أغاني معينة. هنا كيبدا يبان الإسهام الفردي. الحراب هذا مشدد بزاف على ليسبري دو كوب، وكينتقد بقوة أي واحد كيقول أنا لحنت هادي، كيقول هاد الهضرة كتهرس الروح الجماعية. يعني هو ضد هادشي ديال أنا درت. تماما. زرابة حتى هو كيأكد على العمل الجماعي في الأول، وكيذكر أن مجيد الحراب جاب أغاني ديال العشاق بحال المجهول وسير البصمة. إذن التحليل هو أنه واخا كلشي متفق على أهمية الورشات الجماعية، الهضرة القاصحة ديال الحراب ضد نسبة الفضل للأفراد كتبين أن هذه النقطة كانت حساسة وفيها خلاف. ملي شفيرة من بعد كيقول أنا لحنت هادي، كيدخل في تناقض مباشر مع المبدأ اللي دافع عليه الحراب. كاينة بحال يالله الواقع كان فيها التجاذب بين الجماعي والفردي. وهذا التلميح ديال الحراب على أنا لحنت هادي مهم بزاف، يعني الحساسية كانت قديمة، ويمكن هذا الشيء يفسر لينا شوية من التوترات اللي غتجي من بعد، خصوصا في التجربة ديال الملاك. هذه عاوتاني قصة فيها روايات، اش غنقول لك كيتضاربوا بزاف. فعلا تجربة ملاك كتبان بحال شي محطة مفصلية في العلاقات بيناتهم، والتناقض فيها واضح وبين. يلا هنسمعوا. التناقض، تجربة مجموعة ملاك. الموضوع، شنو هي ملاك؟ انشقاق وخيانة ولا مشروع مؤقت؟ شكون السبب في المشاكل؟ شفيرة كيعاودها كأنها خيانة واضحة، قال ملي رجع هو من فرنسا لقى الآخرين موفود، مجيد، جليل، فرحاج مشاو لكازا من موراه، تلاقاو الشريف وداروا فرقة جديدة سموها ملاك. يعني خلاوه ومشاو. هو استعمل عبارة قوية، خلاو علينا، كيعتبر هاد الشيء هو بداية المشاكل الحقيقية، وقال من بعد رجعوا بغاو يلتحقوا به هو وزرابة. وشكون سجل ألبوم القدر اللي جا من بعد؟ على حساب شفيرة هو وزرابة هما اللي سجلوا القدر من بعد ما مشاو الآخرين الملك. أوكي، هذه رواية شفيرة كتبان منطقية من وجهة نظره. نشوفوا الحراب
الحراب كينفي تماما أنها كانت انشقاق. كيقول كانت غير فكرة ديال الشريف باش يديروا مشروع موسيقي عصري بالبطري والغيتار الكتريك والبوزوق، كان باغي يسافر به، والشريف هو اللي سماها ملاك. يعني ماشي انشقاق بالمرة. لا، على حسابه. وكيقول من رجعوا لمراكش لقاو الصدمة، شفيرة وزرابة جابوا ناس جداد وسجلوا أغاني جديدة بسميات الأرصاد، هي أغاني القدر. واو، يعني هما اللي تفاجئوا. وكيضيف تفصيل مهم، قال لك مول شركة تسجيلات هو اللي فرض على الأعضاء الأصليين كاملين يعاودوا يسجلوا دوك الأغاني، وعاودوا سجلوها فابور باش ينقدوا الفرقة. يا ربي، القصة مقلوبة تماما. وشوفي زرابة كيهضر على ديك الفترة بشكل عام، كيلمح المشاكل داخلية والمغادرة مجيد ومومود، وبقى هو وشفيرة ثم رجعوا. والأهم كيربط هاد الحدث، هاد الغدر كيف كيبان من كلامه، بالانشقاق الكبير ديال 89. يعني زرابة تقريبا متفق مع شفيرة في الإحساس بالغدر؟ كيبان بحال هكاك. إذن التحليل هنا هو أنه تناقض جذري، جهة كتشوفها خيانة وبداية النهاية، شفيرة وزرابة، وجهة كتشوفوا مشروع فني عادي، وقلبت الآية وقالت الطرف الآخر هو اللي استغلوا الفرصة، الحراب. وحتى شكون سجل القدر الأول الروايات مقلوبة. هادشي كيبين باللي الشرخ كان كبير وعميق من ديك الوقت. بالضبط. ومرتبط بهذه الفترة كاين تناقض آخر صغير ولكن مهم، فسبب إعادة تسجيل ألبوم المنادي ملي رجع شفيرة من فرنسا. حتى هذه فيها خلاف؟ نقطة كتبين الاختلاف في النظرة، تناقض. إعادة تسجيل المنادي، الموضوع علاش تعاود تسجل المنادي بعد رجوع شفيرة. شفيرة كيقول رجع من فرنسا، كان مشى يقرا في 83 تقريبا، في 85 عاودوا سجلوا المنادي حيث كان فيه مشكل تقني في التسجيل الأول اللي كان فيه الجليلي بلاصتو. سبب تقني. أوكي. الحراب متفق أن شفيرة مشى يقرا والجليلي عوضوا، ولكن كيعطي سبب آخر تماما لإعادة التسجيل. كيقول بالحرف عاودوا سجلوه حيث شفيرة ملي رجع ما استطاعش باش يكون في المستوى ديال الجليلي. بصح قال هكاك؟ يا الحراب، هذه قاصحة شوية. هادشي اللي كاين في المقابلة، يعني فرق كبير. واحد كيقول مشكل تقني، الآخر كيقول مشكل في أداء شفيرة. هادشي كيعكس كيفاش نقول لك نظرة الحراب لديك الفترة. فهمتك. أيوة، هاد التراكمات كاملة، البداية اللي كل واحد كيعاودها شكل، الحساسية ديال التلحين، قضية ملاك اللي بحال القنبلة، هاد القصة ديال المستوى نورمالمو كانت غتوصل لشي انشقاق كبير. وهذا هو اللي وقع. وصلنا للانشقاق الكبير ديال 1989 وظهور جوج ديال الارصاد ديال شفيرة وزرابة ديك الساعة، والارصاد الفنية ديال الحراب ومومود. وهنا تناقضات كتوصل للذروة وكتدخل فيها حتى القوانين والمحاكم. هذه هي المرحلة المعقدة بزاف، ياك؟ بزاف. تناقض، انشقاق 1989، الارصاد ضد الارصاد الفنية. الموضوع شكون خلى شكون عنده الحق القانوني في السمية والأعمال. يلا. شفيرة كيقول المشاكل استمرت بعد ملاك، كيهضر على قضايا قانونية وكيأكد أنه هو اللي عنده سمية الارصاد قانونيا، وأنه كان حكم كيمنع من بعد يستعملها، داكشي علاش دارت الارصاد الفنية. في رواية أخرى كيقول هما اللي داروا الفنية مباشرة بعد 89. يعني هو عنده الحق في السمية على حسابه. الحراب عنده رواية مختلفة 180 درجة. بيقول هو اللي قرر يقطع العلاقة مع شفيرة وزرابة في 89، وهو ومامود أسسوا الأرصاد الفنية، هو اللي قطع العلاقة. والأخطر كيدعي أن الأرصاد الفنية هي الكيان القانوني الأصلي مسجله بقانون أساسي من 1981، وأن شفيرة هو اللي نشأ سجل الأرصاد كعلامة تجارية من بعد. وكيقول مجموعته الفنية ربحت دعوى قضائية على الحقوق المادية ديال الأعمال بسميته كرئيس للجمعية. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه معركة قانونية كبيرة. زرابة كيرجع السبب للثقة اللي مشات من أيام ملاك، وكيتفق مع شفيرة أن الحراب ومومود هما اللي خلاوهم هو وشفيرة، كيلمح أنه هما اللي مشاو داروا الأرصاد الفنية. يعني رواية زرابة قريبة لشفيرة في نقطة شكون خلى شكون. بالضبط. شكون عنده الحق قانونيا يستعمل هاد السمية؟ سؤال مهم بزاف. شنو كتقول الروايات؟ نبداو بشفيرة. شفيرة هنا حاسم جدا، كيأكد بالحرف قانونيا راه عندي الاسم في سميتي،
كيقول عنده حكم قضائي نهائي كيثبت أنه المالك القانوني للاسم كعلامة تجارية. وحكمت ليه المحكمة بشي حاجة أخرى؟ إيه، كيقول حكمت ليه بتعويضات ومنعات الأطراف الأخرى من استعمال الاسم، وكيعتبر أن ديك الأرصاد الفنية واللي كيدافع عليها الحراب مجرد تشويش قانوني وما عندها قيمة قدام الحكم القضائي. يعني شفيرة متأكد من موقفه القانوني ومستند على حكم محكمة. الحراب كيفاش كيشوف هادشي؟ الحراب عنده منطق آخر كيتشبت بالشرعية التاريخية ديال مجموعة الأرصاد الفنية اللي مسجلة كجمعية بالقانون الأساسي ديالها من 1981. كيقول هداك هو الإطار القانوني الحقيقي والتاريخي للفرقة. وتسجيل شفيرة للاسم كعلامة تجارية؟ كيعتبروا الحراب تحايل. كيقول تسجيل علامة تجارية في المحكمة التجارية ماشي هو الأصل هو الجمعية، وكيضيف أنه هو اللي ربح قضية ضد شفيرة في المحكمة بخصوص استغلال الأخير لأعمال المجموعة اللي كانت محمية في اسم الجمعية اللي هو كان رئيسها. يعني حتى هو كيقول عنده شي ربح قضائي؟ إيه، ولكن في جانب آخر متعلق بحقوق المؤلف، يمكن ماشي باسمية الفرقة نفسها. فهمت. وزرابة واش عنده شي موقف قانوني واضح؟ زرابة كيف ما لاحظنا فالفيوار ما كيدخلش في هذه التفاصيل القانونية المعقدة بنفس الحدة، ولكن مجرد استعماله لاسمية الأرصاد زرابة وتأكيده أنها ماشي فكرة جديدة وسبق استعملها كيبين أنه حتى هو كيشوف عنده شي نوع من الحق ولو معنوي أو تاريخي في هذا السمية. وهنا فين كتدخل وجهة النظر ديال حسن اللي كتعطي توضيح إضافي ياك؟ بالضبط. حسن اللي تابع هذا الملف عن قرب وعنده اطلاع على الوثائق والأحكام عنده خلاصة واضحة لهذه النقطة القانونية. شنو هي خلاصة حسن؟ حسب تحليل ديال حسن وبناء على الأحكام القضائية النهائية، شفيرة هو المالك القانوني الوحيد للاسم التجاري الأرصاد وللمحتوى المرتبط به. هادشي محسوم قضائيا. والجمعية ديال الحراب الأرصاد الفنية؟ حسن كيقول أن الجمعية كاينة ككيان قانوني تأسس في 1981، ولكنها كتبقى جمعية ما كتعطيهاش الحق تستغل الاسم تجاريا اللي مسجل كعلامة تجارية في سمية شخص آخر اللي هو شفيرة، وعليه أي استعمال لاسم الأرصاد ضمن اسم آخر بحال الأرصاد أرتستيك أو الأرصاد زرابة كيعتبر غير قانوني لأنه كيستخدم العلامة التجارية المحمية ديال شفيرة. يعني كاين فرق بين قانون الجمعيات وقانون حماية الملكية التجارية والعلامات التجارية. تماما. والقانون التجاري في هذه الحالة حسب حسن والأحكام كيحسم الملكية الشفيرة. إذن عندنا صراع بين شرعية تاريخية وجمعوية الحراب وشرعية قانونية تجارية مثبتة بحكم شفيرة. وهاد الصراعات كاملة على التاريخ والإبداع والقانون للأسف كان عندها تأثيرات سلبية أخرى على مسار الفرقة وفرصها. كاين داك المثال اللي عطانا حسن على الفنان حمزة نميرة. هذه نقطة مهمة بزاف وما مذكورش في المقابلات الثلاثة، ولكن حسن أكدها. شنو وقع بالضبط مع حمزة نميرة؟ الفنان الكبير حمزة نميرة دار فيديو رائع مع فرقة الأرصاد وكان فرصة باش يتعرفوا عربيا، لكن الحراب قدم شكاية كاذبة لليوتيوب بدعوى حقوق طبع ودمر العمل فقط حيت حاقد على شفيرة. يا لطيف، بصح هادشي مؤسف بزاف. عمل فني مشترك مع فنان كبير بحال نميرة كان ممكن يكون بوابة للفرقة على العالم العربي، ضاع بسبب الحقد والخلافات الشخصية. هادشي اللي كيبينو هاد المثال حسب رواية حسن كيوضح كيف الصراع الشخصي وصل درجة أنه يضرب المصلحة العليا للمجموعة ككل ويحرمها من فرص ذهبية كانت ممكن تعاود ترجع للواجهة العربية بقوة. إيوه، ملي كنجمعوا هادشي كامل كنلقاو راسنا قدام واحد الصورة اللي مشتتة ومعقدة بزاف لتاريخ هذه الفرقة العظيمة. تناقضات في كل محطة أساسية، كيفاش بداو، كيفاش تسماو، كيفاش خدموا، علاش تخاصموا وتفرقوا، وحتى شكون قانونيا هو مول السمية. بالضبط. كل واحد عنده قصته وكل قصة كتناقض الأخرى في تفاصيل أساسية، وهادشي كيخلينا نطرح واحد سؤال كبير للمستمع الكريم باش يفكر فيه، اللي هو واش أصلاً كاينة حقيقة تاريخية وحدة ووحيدة؟ والأهم من داكشي كامل، هاد الصراعات الشخصية والقانونية اللي وصلت لهاد الحدة واش بالضرورة غادي تنقص أو تمحي من القيمة ديال الإرث الفني الضخم اللي خلاته الرصاد في قلوب وعقول المغاربة؟ أسئلة كبيرة وصعيبة بصح.
كتبقى مفتوحة للتفكير والتأمل عند كل واحد كيسمعنا وكيبغي هاد الفرقة. ما تنساوش تابوناو في جوجل توب فرانشي أتلانتا باش تشجعوا الأخ حسن يزيد يصاوب محتوى تربوي وكيبدل الحياة بحال هذا. Don't forget to subscribe to Google Tube so you can encourage Hassan to make more educational videos like this one and learn about Morocco. Thank you. إلى اللقاء في حلقة شيقة وممتعة مع حسن. تهلا فرسكو. تهلاو.